احنا كنا متفقين بالعراق ماكو زراعة، بس اكو قاع واسعة وبيها كل شيء، بيها نفط، بيها معادن، وبيها نهرين. ومن قالوا أرض السواد يعني مو اعتباطا، بس الاعتباطا شنو؟ مشروع سعودي لاستثمار 1,000,000 هكتار من الأراضي الزراعية في العراق، بعد إنشاء مجلس تنسيقي مشترك بين الرياض وبغداد. فإن السعودية اتفقت مبدئيا مع العراق على إقامة استثمارات تربط بادية السماوة والأنبار. يعني شنو استثمارات؟ هي الاستثمار في 1,000,000 هكتار من الأراضي الزراعية بمحافظة الأنبار في غرب البلاد، وأخرى تبلغ أكثر من 1,000,000 هكتار في بادية السماوة المحاذية للسعودية، بهدف تحويلها إلى حقول للأبقار والماشية والدواجن على غرار تجربة المراعي الرائدة في المنطقة. كل هذا تم بالاتفاق عليه في شهر آيار من هذا العام بين وفد العراق برئاسة وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي. وأنشئ مجلس تنسيقي للاستثمار السعودي في العراق، ومن المحتمل أن تمتد المساحات إلى صحراء كربلاء والنجف، وتصير المنطقة عرض بطول مستعمرة سعودية، مستثمرة. لكن الميليشيات العراقية تكون عقبة أمام هذا المشروع، ولهذا السبب تم الاتفاق على أن تكون الحماية سعودية وبإشراف أمريكي، وش حد اللي يوصل كما جرى الاتفاق. يعني العراق باع قاعة مثل ما اشتراها داعش ببلاش، يعني الجماعة أخذوها بفلوس بس بعنوان الاستثمار، وبحجة الطماطة راح تنزرع المنطقة بكل شيء. ومنا الأمريكان بيدهم صندة السقي، واشبع يا عراق. المشروع الاستثماري خلاصته بيع الأراضي العراقية لمدة 20 سنة.